وانت تزعم انك ترفع شعار المعارضه من وراء البحر. انت ليك تشعر انك انت انسان تبكي على الزوالي وتبكي على المسكين وتقول للناس شوفوا 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 مساكن دراري يقراو ما عندهمش مدفأة، شوفوا كذا. هذه كاع نبكيو عليها، كاع نبكيو عليها، بصح كاينه حاجه اعلى منها واغلى منها. كاين الدين، الدين تاعنا وبناتنا واعراضنا اللي يباتوا في الصحراء، اللي يباتوا في الغابات مع الناس اللي هم فاسدين يمشوا في طريق فاسده. شوفوا ديننا اللي يضرب الان. ما كانت الجزائر لتحتفل بعيد الميلاد بالطريقه هذه، ما كانت الجزائر لتنتشر فيها في مراكز التجاريه مثل هذه المظاهر، ما كانت الجزائر ليكون ابناؤها ابناء لنضلوا نزوخوا. وكان ينوضوا الشهداء رحمهم الله يندبوا علينا، يندبوا علينا، نضلوا نزوخوا بهم. المجد والخلود لشهدائنا الابرار. احنا جزائريين ونروحوا لاي بلد، احنا بلاد المليون ونص مليون شهيد. الشهداء ما ماتوش باش يخرجوا ناس كيما انت، الا من رحم الله. ما ماتوش باش يخرجوا ناس كيما احنا نروحوا في ليله 30 او 31 ديسمبر نروحوا نباتوا في المخامر والملاهي تحجز من نوفمبر في الجزائر، تحجز من نوفمبر. الفنادق من نوفمبر محجوزه من اجل الخمور. الخمور التي بيعت في تلك الليله ما بيعت في السنه كلها. خليك لاشان اللي دايرين الناس يتضربوا. على واش راهم يتضربوا هادو؟ واش كاين؟ على واش سقموا لابوليس في غلاشي؟ كاين الناس الخمر يمشوا في الخمر، ما كاش وتقاري. هذوما الناس، هذوما اللي يجيو بعد يقول لك انايا شفت واحد حاجه بيضاء ولقيت ليله القدر خرجت لي. اش تخرج لك ليله القدر نتايا؟ تنزل عليك صاروخ وقليل عليك. واش من ليله القدر اللي تهبط عليك انت؟ ونحن لا ناخذ برحمه الله فنحجزها على الناس، ولكن يقول لك هذا الطريق ما يخرجكش الرحمه، هذا الطريق ما يخرجناش. لازم أن نحكموا في ديننا. عندنا حاجه ربي عطاها لنا نعتزوا بها. انا مسلم، انا مسلم، ما عنديش هضره فيها. خلاص نمشي في الطريق، انا مسلم نبقى نمشي في الطريق. ما عنديش ماشي انت اللي توري لي. راهم خاوتكم مسلمين عايشين في بلاد الكفر، والله ما يحتفل له ولا ولاده. وحنا هنا في بلاد يرفع فيها الاذان لا اله الا الله، ورانا نبهدلوا. شوف الصور كيف تدعم، كيف تنشر بالملايين. الناس اليوم يفعلون هذه الاشياء. انا ما اتكلملكش على الطقوس وما معانيها، خليك نوجه الرساله لوحد الانسان وامثاله الذين دائما يتكلمون على فلان وفلان ويطعنون في العلماء، يقولوا بالكم من هذو الناس، وهذاك ابو فلان وابو قطيطه وابو فلان وابو فلان. اتكلم، روح لتما وتكلم. ياك حنا وجعناك، روح تما وتكلم، تكلم مع هاد الناس. كاين ناس واحد اخرين خلينا نتكلموا عليهم مليح. هاد الناس هادوما يلي كل عام تصدعوا لنا رؤوسنا وتجيو لنا في العيد الكبير وتقولنا شحال كاين من جزائري، وشحال كاين يشرو من الكبش، وشحال يدير الكبش، وشحال يسواو دراهم. لو كان الدراهم هذو نلموهم كامل ونبنوا بهم كذا ونديروا بهم كذا خير من اللي نذبحوا الكباش. وهذاك المسجد الاعظم شحال استقام كذا وكذا وكذا، وكان خرج لنا كذا وكذا من المستشفيات. وهذاك الحج شحال يستقام لنا، شحال من حج جزائري 40,000 جزائري شحال يصرفوا 100 مليون واحد. اموال طائله تروح كاع في الخساره. انا ندعموا بها فلان بن فلان ولا ندعموا فيها كذا وكذا. هذه كامل. هذو الناس كملوا. أنا معاكم معليش، كمل. ما نزيدوش نضحيو، وما تحبوا ما نزيدوش نصوموا. كمل أنا معاك. روح هضر عليه فيا، هضر شحال خسروا الناس، شحال من واحد اجتمعوا في تاغيت وفي تيميمون وفي اسكرام وفي جانات وفي المونيمو هذا وفي هذوك الالاف وعشرات الالاف اللي اجتمعوا. شحال نفق كل واحد منهم وكلمينا دراهم هذوك وزوجنا بهم الشباب. نزيد نكمل معاك في حاجات اخرين. ما تلعبوش بالناس. فاستخف قومه فاطاعوه. رانا نتمسخروا، رانا نلعبوا. انا نقول هذا الكلام ليس لذات الاشخاص، باش نبين لك باللي احنا رانا نلعبوا. كل واحد فينا يقدر يخرج شعار. نقدر انا دركا نخرج برا، انني مع الزوالي والزوالي مسكين. الناس كاع تجي معايا، كاع الناس تتبع. كما قال ابن باديس رحمه الله، قال لهم لو رفعت شعار الزوالي وبديت نتكلم ومسكين ما لقاش واش ياكل، كاع الناس كامل تحب الدنيا كامل تتبعني، يولي معارض ما شاء الله بالملايير راهم يدخلوا في تيك توك تاعهم. هكذا قال ابن باديس، قالوا كان انا كي رفعت لهم رايه الدين وقلت لهم لا تشركوا بالله، لا تدعوا غير الله، تتبعني القليل. وهكذا سنه الله في خلقه، ليدعو الى الحق دائما يتبعوه القليل، وليدعو الى الشر فالشر يوافق ما في النفس من شهوات، ولذلك كثير من الناس يتبعونه. انا لا اتهجم على شبابنا،
أنا تهجمت على الناس الذين يرفعون رايات مزيفة. أما شبابنا اللي راحوا واحتفلوا أنا نعرف بلي فيهم الخير، على بالي بلي داتوا شهوته، وعلى بالي بلي مازال يعتقد لا إله إلا الله. أنا نقول له تب إلى الله، ارجع إلى الله عز وجل، والله فاتح لك باب توبة. حتى ولو رحت أو رحتي واحتفلتوا، خليكم من هذا الأمر. المرة القادمة إن شاء الله، واذكروا كلامي إذا أبقانا ربي حيين، المرة القادمة إن شاء الله نحاول نكونوا في الجزائر صفر احتفال، رغم أنف امرئ أراد أن يحارب دين الله إلا ويرغم الله أنفه بدينه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرفع راية الإسلام وأن ينصرنا وأن يوفقنا، وبارك الله فيكم.